هاي، أحب أرحب بيكم أولا. النهاردة معانا وصفة جديدة اللي هي دبابيس الفراخ المشوية في الفرن، معاها كمان صوص تحفة. معانا شوية بهارات، ومعانا علبة زبادي وزيت وخل وليمون. تعالوا نشوف هنعمل ايه. هنبتدي بقى نجهز التتبيلة اللي هنتبل بيها دبابيس الفراخ. معايا هنا زبادي كامل الدسم 3%، وهبتدي اخد منه 5 معالق كبار من الزبادي. هنحط بعد كده اللي هو معلقة كبيرة من الليمون الفلفل الاسود، ومعلقة صغيرة من الفلفل الاسود، معلقة صغيرة من الملح، ومعلقتين كبار من البقدونس المجفف، ومعلقة صغيرة من روزميري المطحون، ونص معلقة صغيرة من الحبهان المطحون، ومعلقة صغيرة من الكبيبة، ومعلقة كبيرة من البابريكا، معلقة صغيرة من الثوم البودر، معلقة كبيرة من البصل البودر، ومعلقة صغيرة من الزعتر، معلقة صغيرة من الجنزبيل، ومعلقة كبيرة من الكاجون. هنبتدي نقلب كل البهارات مع بعض مع الزبادي. هنبتدي نحط معلقتين كبار من الخل الأبيض، لو عايزين تبدلوه بخل التفاح يعني براحتكم. 3 معالق كبار من زيت الخضروات أو أي نوع زيت انتوا تفضلوه، ومعانا عصير ليمونة كبيرة. هنقلب كل المكونات مع بعض، وبكده تبقى التتبيلة اللي هنتبل بيها دبابيس الفراخ جاهزة. قبل ما احط التتبيلة على دبابيس الفراخ لازم امسح دبابيس الفراخ من المية، ما يبقاش فيها مية، ودي بستخدم فيها مناديل المطبخ. ببتدي انزل بالصوص اللي انا هتبل بيه الدبابيس الفراخ، وهبتدي اتاكد ان كل الفراخ متغطيه بالصوص دايت. بسيبها في التتبيلة لمدة ساعة. طبعا لو سيبناها وقت أطول بتبقى أحسن. بحطها في الفرن في درجة حرارة 550، وبعد ربع ساعة تلت ساعة بطلعها وأقلب الدبابيس على الناحية التانية وارجعها تاني الفرن. لما تستوي واتأكد انها استوت ببتدي انقلها تاني على صينية تانية مخصوصة للشوي. دي الصينية دايما دي انا بستخدمها في شوي الفراخ، اللحمة، السمك،
اعمل عليها كفتة تحفة جدا. بظبط الشواية بتاعة الفرن على اعلى حاجة اللي هي هاي، وبحط الصينية في اعلى رف عندي قرب الشواية، وبشوي الفراخ من كل الاتجاهات. بعد كده اهو بحضر الصوص بقى اللي هيتقدم مع دبابيس الفراخ المشوية. عبارة عن ايه؟ معلقتين كبار من السمنة و3 معالق كبيرة من الدقيق الابيض، وابتدي اقلب كله مع بعضه على النار. ببتدي انزل بالصوص اللي هو نازل من الفراخ او دبابيس الفراخ المشوية، وهبتدي اقلب كل المكونات دي مع بعض على النار لغاية ما احس ان الصوص ده تقل. بعد كده ببتدي احط الصوص في طباق صغيرة، وبيتقدم مع دبابيس الفراخ المشوية في الفرن. الصوص حكاية، اتمنى ان انتوا تجربوه ويعجبكم زي ما عجب افراد اسرتي كلها. اشوفكم على خير، واستنوني في الوصفة الجاية. باي باي.